مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم. أما قصتنا اليوم حولها 95 96 رجالا يقول حنا بشركة بالصحراء. كم ما أدري هم من اللي ينقبون هذول، ما أدري والله، المهم إنهم بصحراء. يقولوا بها الصحراء ومتشفقين الناس البدو. يقول يوم من الأيام لو والله هذولاك العرب يوم نزلوا عنا بحدود 7 كيلو و8 كيلو. قال والله قلت أنا ودي أمر على هالعرب أخذ العلوم وأشوف عرباننا، بلكي عندهم خبر من عربان البدوان. الدنيا يقول على أول ربيع. قال يوم الناس بندنا الشركة تبند حول الساعة 6 مثل ما تقول قبل المغرب، وأنا علمت واحد من أخويا قلت أنا أبي العرب اللي نزلوا العصر أبي أخذ علومهم وأشوف منيات بدو ومنيات عرب وأعود على رجليه. طبعا السيارات ما هنا سيارات الشركة يبندن كلهن يصفن، واغلب سياراتهم يقول تنوك ماء. حنا الساعة حنا نريد على تنوك ماء. الله يقول وانا احط على رجلي غابة الشمس بيننا وبينهم يقول وادي. الوادي اقرب لنا منهم، هم شرق الوادي شوي وحنا غرب الوادي ما حنا بعيدين. ويوم أدبس الدماس أخمهم على الحروة على مشافل البيوت، يقول والله يعبيني عنهم وغدي. أخذت يمين أخذت يسار ما أدري، يقول أنا تعديتهم ما أدري وش اللي حصل بي. المهم مقداهم يوم يأست منهم وأنا أجي راجع ودي أخوياي الحين. أخوياي ما غدي عنهم الكنب بضوء ضيان بالكنب. يقول قال وانا اجي ماشي ما معي عصا، معي عصانا يعني ما هي جيده بعد بالحين، وسكين صغيره شبريه محتزم بيها ما هي كبيره. يقول هذا السلاح اللي معي، والليل ظلمه. يقول ويوم اني طبيت الوادي ودي عاد اقطع جهه اخوياي، الوادي بشجر ووادي مع الظلمه موحش، ما حسيت غير وشين اللي جايني من وراء ضرب بي وتعدى، يا هو ضبع يا هو ذيب يا هو مدري وشو. يقول وانا اقف محلي شفت لمحت شيء تعدى من عند جنبي طاير. يقول يوم اخذت شوي ما من بطي. يقول ولا والله انه ناطحني نطح هب وانا ضربه. يقول على وجهه بالعصا، ولا عصا من كسره ولا هو مشابطني مشابط. يقول يده هذه 1000 مسلمت منه. يقول لو عبطني فمه يذبحني. يقول قالوا كبير ويخبطني هنية إلا والله اني احس الدم يوم طلع بالظهر. يقول على هالحجه وش خطه تحت، وانا يقول اسحب الشبيريه وانا اضربه بالجنب. يقول قال ضربة قوية الشبيرية بينها الضلوع واقول بها كذا. قالوا لانه يوم ارتخى واطلقني وهج، وانا عيوني قام يغطاهن الدم ما غير بغترتي امسح واركض اتجاه اخوياي. قال تغربلت انفشلت ولا ادري وش اللي جاني. وانا يوم اقبلت على الخيام انا اقوم اصوت لاخوياي هم يفرون بدري ما ناموا لهالحين. علامك قال يا الربع انا يا ذيب يا ضبع لا يعني بهالوادي وبغى ياكلني.
قال عندنا صيدلي إسعافات أولية بالشركة، والله يقول لهم ما هو صاحي، هو ما هو نايم. نادوه وجاء وحط لي دواء وقطع الدم ولزق علي، ولا يعني ما علي خلاف، بس انضاع شوي دم. الصبح أنا وواحد من أخوياي مشينا بدري للوادي، ودي أشوف هل يتوشعني هذا وشو. والله يقول معنا شوزن، وحنا يوم إن جينا الوادي ولهذا مداوس أنا وياه، وهذا ثره وينقط على ثره دم. عرفنا أنه مصيوب إصابة جيدة. يقول له ثره يا إخوان أكبر من أثر الضبع وأكبر من أثر الديب، مواطيه كبار بالوادي، حنا نمشي على ثره على ثره. يوم لف الوادي ولف ثاني لفه، إلا والله هذاك هو قبالنا يبحر بنا رابض، ووجهه يمنا أسودا يخش حمار، لا هو شكل ضبع ولا هو شكل ذيب، لكن منصاب ما هو قادر يقوم. يوم قربنا منه وحنا نطخه بالشوز ولنا ذابحينه. يوم نجينا ولا هالباشا يقول عجبه، لا هو شكل ذيب ولا هو شكل ضبع، ويقول له عرف من علباه إلا وروكه من وراء تقول عرف فرس، ويديه يقول أطوى. قال والله يا رجل زين اللي ما كلك، هذا وش هو الباشا هذا؟ قال والله أن يوم فتحنا فمه إن الناب إنه يجي شبر، لو ضربني في فمه والله ما هرجع الحيين. يقول مر الله أخطبه. يقول وحنا ثقيل ما ينجر للكنب ودا نوريه أخويانا ونشوف، خليناه محله وجينا راجعين، ودوامنا اشتغلنا بشغلنا. والعصر الظهر لو والله بند الظهر وحنا نشيل أخويانا باك السيارة ونروح نشوفه. ولا معنا لنا رجالا كبير حارس، حاطين الشركة حارس. يوم بحر به قال له عن ابو دارك هذا الشيب والله زين اللي ما اكلك، هذا الشيب نادر تراه الان، خاصة الان نادر جدا، حجمه كبير، لا هو ضبع ولا هو ذيب، لكن جسور اجسر من الذيب واجسر من الضبع، ياكل. والله يقولوا حنا نمشي ونخليه محله. يقول طبت، أخذت حوالي شهرين ولأنه طيب الجرح، بس مبين يقول سطوة من هنا إلى هنا. يقول ونرد لنا على شيب ماء، انت وارد حنا وعربان عليه. والله يقولوا ووردة من الوردات بوايتي وردت ودي أعبي، ولا والله الورد عليه سيارات قبلي. وقفت أحتري دوري وعمدت هالورد، يا والله يوم هاك اثنين شوشوا بي، يقول شوشوا بالجرح اللي بي. الشيب عليه مركز، يقول مركز حكومة، يقول ولا يوم حكوا مع بعضهم ولا والله يوم ركبوا سياراتهم وراحوا للمركز، ما من بطا ولا جاية سيارة المركز. يا ولد تعال خير، أنا قالوا أنت هم يركبوني معهم. يقول خير يا جماعة، قالوا العلوم قدام عند رئيس المركز. يوم اني جيت وانا اسلم وانا اقعد، ولا والله العيال اللي يبحرون بي قاعدين رجاجيل، ما هم عيال صغار، رجاجيل.
قال ناداني رئيس المركز الحال وقال يا ولد الرجاجيل هذول مشتكين عليك. خير والله يا رئيس لا أعرفهم ولا أدري من أي شاربة، ما شفتهم غير على هالمطور على هالشيب. وش شكواهم؟ قال يقولون في أحد عيالهم ومعلي بنتها البل انك جايهم بالليل وناط الولد بحلقك وانك ضاربه بسكين وهو ضربك بسكين على وجهك، والولد بغى يموت وقعد 3 أشهر بالمستشفى ولا يعرفون، يقولون هذا هو على هوا مضرب الولد له بالموس هذا جرحه. قال والله ضحكت قلت يا رئيس المركز أنا رجل أشتغل بالشركة اللي تعرفها اللي ما هي بعيدة عنكم. قال أيوه. قالوا وسريت عمد لي عرب بالليل وغديت عنهم ورجعت ولوح بحلقي شيب بغى ياكلني. يمكن هالحين لو تمشون معي أوريكم مليشته، شهادة أخوياي كلهم، وعالجني المرضى اللي بالكن. قال هذا الحكي الجماعة ما هم قنعانين، نبغى نركب سيارة هالحين تجيب أخوياك، ونبغى نركب سيارة تشوف الشيب اللي انت تقول حتى لو انه عظام. كم لها؟ قال والله لها 3 أشهر دون. قال نلقى وليشته. المقصد ركبت معهم للي راحوا يدورون وليشة الشيب، لكن ما ادري هل الشيب هو محله ولا راح ولا جاء. وسيارة راحت تجيب أخوياي اللي بالكن اللي يشهدون ان هذا اللي جرى بي من هالشيء. قام رئيس المركز نادى واحد من العيال قال اركب معنا. قال وانا اجيبهم على الوادي عنه يقول حول 50 كيلو من الشيب. كم بأخويا انا ما هو بعيد. قالوا ويا رب نلقى يا رب لو والله هذه وليشته موجوده. طبعا يابس لكن شكله مبين جرمه مبين. قال هذا اللي اكلني. رجعنا الصبح ولقيناه منصاب، انا ضربته بشبريه وهذه وليشته، وهم يحولون ويقلبون لو والله يقول انه يخرع وليشته وفمه وسنون. قال والله زين اللي ماكلك هذا يا ابن. شوف يا ولد هذه من دفاع خويك عن نفسك اللي انت اشتكيت عليه، هذا هو. والله يقولوا يجون اخويانا بالمركز ويشهدون يجي 10. قالوا هذا ما هو صحيح، الرجل اكله ذيب او هو شيب وفك الله وجانا ودمه يسيل من الوادي للكد ما فيه 4 كيلو وتعالج وفك الله، وهذه قصته. لا يعرف بدو ولا له علاقه بأحد. قالت جابت لي مشكله الصواب اللي حط بي. يقولوا هم يقتنعون ويلغون شكواهم عني. وقلت هذا من غير انه بغى ياكلني جاب لي مشكله مع ناس. وهذه قصه راعي الشيب وسلامتكم ونستودعكم الله.